بعد ما اتحل الخلاف بين المنتج بسام الملا ومحمد كوبنود اللي كان وصل بينهم للمحاكم بعد ما اصر كل واحد فيهم على حقه في انتاج المسلسل. صح، القضايا العالقة بينهم كان ممكن تكون نتيجتها وجود نسختين من باب الحارة هالسنة باسمين وأبطال مختلفين، لكن بعد حل هالخلاف رح نشوف نسخة واحدة فقط في رمضان المقبل. بالبوست ده على فيسبوك أعلن مصطفى الخاني انتهاء أزمة الجزء الثامن من المسلسل السوري الأشهر باب الحارة، وقال تم التوصل مساء في دمشق إلى الاتفاق بين الأستاذ بسام الملا والأستاذ محمد كبند على إنهاء الخلاف بينهما حول إنتاج المسلسل وإيقاف الدعاوي القضائية. الخلاف اللي صار بيني وبين الاستاذ بسام ملا اثبات حقوق ما بعد الجزء السادس والسابع من باب الحاره، انا بس بايعه 6 و7 وبيحق له انه يمتلك شخصيات، ولكن ما بيحق له انه يمتلك كمان الفكره، وعشان كده عرض الجزء الثامن منه على شركه كبند للانتاج الفني. احنا عرضوا علينا كاتب نص باب الحاره الجزء الثامن مسجل اصولا لدى دائرة حماية الملكية. إن ترويد عربي طريقك نحو القمة. الشراء قضائيا بقرار قضائي. وبسام الملا قرر يواجه الخطوة دي قانونيا. طلبنا إلغاء هذا القرار ووقف تنفيذه. ده كان أصل الخلاف، ومن بعدها اجتمعوا الطرفين وتوصلوا للصيغة التالية: بسام الملا ينتج الجزئين الثامن والتاسع، وتتشارك شركة ميسلون وشركة كبند في إنتاج الجزئين العاشر وال11. ومن خلال الصور دي اللي اتسربت من احتفالية أقامها بسام الملا مؤخرا قبل إعلان الصلح، فقدرنا نستنتج مين النجوم اللي هنشوفهم في الجزء الجديد. مصطفى الخاني الشهير بدور النمس، شكران مرتجى المعروفة بشخصية فوزية، هدى شعراوي اللي قدمت في الأجزاء السبعة اللي فاتت دور الداية أم زكي، ووفاء موصلي هتكمل بدور فريال. لكن في الجزء ده تم استبدال المخرج عزام فوق العادة بناجي طعمي. أما مصير شخصية معتز اللي بيقدمها وائل شرف لسه مش معروف لها حاجة، بالذات بعد الأخبار اللي سمعناها عن اعتذاره عن المشاركة في العمل لأسباب مادية. وبيتقال في الكواليس إن مودر جابر ابن الراحل ناجي جابر من أهم المرشحين للدور ده. الاسماء المشاركه في المسلسل لسه ما وضحتش صورتها النهائيه، وده طبعا سببه الخلافات اللي كانت بين بسام ومحمد، فكان كل واحد منهم بيحاول يجمع اكبر عدد ممكن من النجوم في مسلسله. وهالشيء اثر اكيد على المفاوضات طبعا. لانه انت عارف كان نسختين وهلا صار في نسخه واحده، فراح يكون تاثيره اكبر على قرار الفنانين المشاركين. بعد ما انحل الخلاف فاكيد راح يصير في اعاده ترتيب للاوراق.